السلام عليكم. في البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. في كرة القدم يعتبر المدرب هو الركيزة الأساسية الذي يضع الخطط، يعني الذي يسير الفريق. لا يمكن لفريق أن يفوز أو يتوج بالبطولات أن لا يكون لديه مدرب يسيطر على غرفة الملابس، يخط التكتيكات، يدرس الفرق. فهناك الكثير من المدربين الذين حققوا أرقاما قياسية عبر تاريخ كرة القدم. صعد عليكم الآن بعضا من هذه الأرقام، وانتوا قولوا أي رقم هو السهل ينكسر أو يعني ممكن ينكسر يعني، والرقم الذي لا يمكن ينكسر يعني. فالحين هرد عليكم. أول رقم معانا هو الداهية كارلو أنشيلوتي، الذي توج ب5 دوري أبطال أوروبا، 2 مع ميلان و3 مع ريال مدريد. برأيكم هذا الرقم سينكسر أم لا؟ الرقم الثاني هو التتويج الأقرع أو الداهية أيضا بيبي غوارديولا ب4 دوري إنجليزي على التوالي، وهذا الشيء كمان صعب جدا، يعني أنا أعتبره شيء صعب جدا. الرقم الثالث لأسطورة الوسط ومدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، الذي ظل 51 مباراة متتالية بدون هزيمة. أعتقد أن الرقم هذا ممكن ينكسر. أعتقد الرقم الرابع مسجل باسم زين الدين زيدان، الذي حقق 3 دوري أبطال أوروبا in a row، 3 دوري أبطال أوروبا على التوالي. هذا شيء يعني ما حصل من سنين من أيام أياكس. فهذا أعتقد أنه هذا الرقم صعب ينكسر، صعب مع أنه ممكن ريال مدريد يفعلها بس صعب. الرقم الخامس هو 34 فوز متتالي لمدرب الهلال جيسوس، الذي غاد الهلال ل 34 فوز متتالي، فوز فقط ليس تعادل، لا فوز 34 مباراة. هذا الرقم صعب جدا انك تفوز 34 مباراة وما تخسر وما تتعادل، هذا صعب جدا. ثم السير أليكس فيرغسون، الذي توج ب 13 دوري انجليزي. يا إلهي 13 دوري إنجليزي. أنا أعتبر السير أليكس فيرغسون يعني أفضل مدرب في التاريخ حرفيا، لأنه الاستمرارية ورجال من الثمانينات وقاعد يدرب، فشي جبار. 13 دوري إنجليزي هذه صعبة، إلا جوارديولا يقعد تاني 10 سنين ممكن يتعداه. ثم إنك تحقق الدوري الإنجليزي بدون هزيمة، الذي حققه أرسن فينجر في سنة 2003-2004 تقريبا، دوري لا هزيمة، دوري الذهبي. شوف حتى معتمد الكاس الذهبي، هذا ممكن، هذا احتمال السيتي ممكن يسويها، مو معروف. آخر رقم أو يعني شيء أنا أعتبر ذا لو قعدنا 100 سنة، لو جو 1000 مدرب، لو ما أحد يقدر يكسر هذا الرقم. هذا أكتر رقم مستحيل من صابع المستحيلات إنه ينكسر. يا مورينيو يا سبيشال 1، 9 سنوات 9 سنوات بدون هزيمة على أرضه. درب تشيلسي، درب انتر، درب الريال. 9 سنوات والشيء اللي يقهر يوم انكسرت بعد 9 سنوات، انكسرت قدام مين؟ سبورتينغ خيخون. لكن اتحدى مدرب يجي يقعد 9 سنين بدون ما يخسر على عرضه. مورينيو سبيشال 1. فبس قولوا، انا اعتبر هذا الرقم اللي مستحيل ينكسر. طبعا انا اعتبر الرقم ده مستحيل ينكسر. قولوا الارقام الثانية هل بتنكسر ولا ما بتنكسر، بس هذا مستحيل ينكسر.